السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناتي شيماء أبو المجد. هنعمل مع بعض النهاردة غدا سهل وسريع في حلة واحدة، مش هياخد من وقتك حرفيا نص ساعة، وعايزة أقول لكم إن هو كامل متكامل فيه كل العناصر الغذائية اللي ممكن تتخيليها. وطبعا الجو حر جدا، احنا مش مستحملين ان احنا نقف في المطبخ كتير. نص ساعه بالظبط وهتكون الاكله جاهزه معاكي. اللهم اجرنا يا رب من نار جهنم. اول حاجه حله على النار كده سبتها تسخن كويس جدا، حطيت فيها معلقه من السمنه البلدي، ورق لوري وقرفه، واحدتين من الكباب الصيني، واحده حبهان فتحتها تدينا الريحه والطعم الجميل، ومعايا هنا مكعبات من الفراخ، صدور او وراك مفيش مشكله خالص. هبدا ان انا احطها في الحله بتاعتي. انا عايزاها تاخد صدمه، والسمنه معانا تكون سخنه جدا والنار تكون عاليه. انا مش عايزه الفراخ تنزل سوائل خالص عشان ما تبقاش ناشفه معانا. حطيت رشه من الفلفل الاسود، ورشه من السبع بهارات او ممكن ال11 بهار، مفيش مشكله. اول ما تتشوح معانا كويس جدا وتاخد لون من جميع الجهات، معايا هنا بصل وفلفل وجزر وبسله، ممكن اي خضار عندك مفيش مشكله خالص. حطيت البصل وهبدا ان انا اشوحه كويس جدا مع الفراخ، وبعد ما يتشوح هنزل بباقي الخضار اللي عندي، البسله والجزر والفلفل. ممكن تحطي فاصوليا، مفيش مشكله خالص. اي نوع خضار انت حابه تضيفيه مفيش مشكله. ممكن تحطي كمان فلفل الوان، بيدي تسكيره حلوه جدا. هشوحهم كويس جدا حوالي 5 دقايق، وبعد كده هنزل على طول بالرز البسمتي. الرز هنا غسلته كويس جدا وصفيته، لا بنقعه ولا اي حاجه خالص. برده هديه تقليبه كده واشوح فيه، واحط بقى الملح بتاعي، واحط معلقه صغيره من الكاري، ومعلقه صغيره مليانه من الكركم، واحط برده معلقه صغيره من البابريكا. هقلبهم بقى مع بعض كويس جدا، اشوح فيهم. وبعد كده معايا هنا الميه مغليه، هبدا ان انا ازيد الرز على طول بالشكل ده. كميه الميه فوق الرز بعقله من الصباع، اكنه رز مصري عادي جدا، لان معانا الخضار هينزل سوائل. سبته بقى على نار متوسطه لحد ما بدا يتشرب معايا كده، وهبدا بقى اشيل الورق اللوري والقرفه والكبابه الصيني والحبهان. وبعد كده اهدي النار شمعه خالص، واغطي واسيبه لحد ما يستوي معانا، وهيستوي وهيبقى طعمه في منتهى الجمال. عايزه اقول لكم انا كنت مستعجله جدا وخارجه، عملت الغدا ما اخدش مني حرفيا نص ساعه. اما يستوي معاكي بقى هتطفي النار وتغرفيه بقى. وعايزه اقول لكم بالف هنا، وجبه متكامله فيها خضار فيها بروتين فيها نشويات. عايزه اقول لكم بجد متكامله حرفيا، حلوه جدا. جربوها بالطريقه دي ان شاء الله تعجبكم. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديده. واكتبوا لي كومنت حلو يشجعني استمر معاكم. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.